الصنايعي هينصب عليك لو ما خدتش بالك من النقطه دي. فخ الصنايعي ده مفيش حد بيسلم منه وهو بيشطب بيته، الغالبيه منهم فعلا متعبين وبيسلموا الشغل من غير ضغط، طبعا الا من رحم ربي. طيب وايه الحل؟ اولا وقت الاتفاق اسال عن الصنايعي كويس، شوف الشغل اللي عمله قبل كده وحاول تشوف شغله اللي عمله على ارض الواقع مش اللي هو وراه لك على التليفون. ثانيا لو هو اللي هيجيب الخامات حاول تسال عن كل نوع بره الاول، سعره كام ومواصفته ايه، احنا مش بنخونه لا قدر الله بس الاحتياط واجب. ثالث نقطه المتابعه، ما ينفعش تسيب الصنايعي طول الوقت شغال لوحده وما تعرفش هو واصل لايه، لازم تتابع حاجتك باستمرار. واخيرا بقى التسليم، والتسليم نوعين، يا اما هتجيب مهندس هو اللي يركز مع الصنايعي ويشرف على الشغل ويبص معاه على كل التفاصيل من البدايه، وده لان دي شغلانته وهو فاهم اكتر منه، وطبعا دايما بفضل حاجه زي دي، يا اما تتابعني وتكتبي في الكومنتات ايه البند اللي انت محتاج تستلمه من الصنايعي. في النهايه ما تنساش انا معماري واسمي مصطفى الدمرداش.